النهارده هاعمل معاكم كيكة الحليب التركية، تحفة جدًا بجد، هشة ودايبة دوب كده، من أحسن الكيكات اللي دُقتها واللي عملتها بصراحة، كانت بجد حقيقي تحفة. لو أنتم أول مرة تشوفوا قناتي يا ريت ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زرار الجرس على الكل علشان خاطر ييجيلكم إشعار بكل فيديو جديد أنا بانزّله، ولايك وشير لو عجبتكم الوصفة. يالّا بينا نصلي على الرسول واشوف عملت إيه. أول حاجة هنا كانت معايا 4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، معاهم نُص كوباية من السكر الأبيض العادي اللي هو الحبيبات، اللي هو بالجرام 125 جرام من السكر، هاحط عليهم معلقة من الفانيليا السائلة، لو مش موجود عندِك فانيليا سائلة تقدري تحطي باكوين من اللي هي الفانيليا السكر، وبافضل أضرب فيهم كده لحد لمّا القوام بتاعهم يفتح تمامًا، بيكون بالسمك التقيل دوّة. هاجيب بقى هنا معايا كوباية من الدقيق الأبيض المنخول متعدد الاستخدام، عليهم معلقة صغيرة من البيكنج باودر. بما يعادل 10 جرام من البيكنج باودر، عليهم برضه 125 جرام من الدقيق الأبيض. وبعد كده باجيب صينية متوسطة، أنا الصينية عندي ديّة اللي هم لو أنتم عندكم القوالب اللي هم ال3 صواني اللي تحت بعض، دي كانت أصغر صينية كانت موجودة عندي، دهنتها بشوية من السمنة وبعد كده بدّرتها بالدقيق وحطيت الخليط بتاعي، في الفرن بتاعي كان متسخّن قبل كده وبعد كده باحطها باسويها، أخدت معايا ساعة إلا ربع من غير ما كنت مشغّلة الشواية، لو الوش عندِك ما لوّنش تقدري تشغّلي الشواية، وبتطلع معايا كده باشيل الحروف. طبعًا بيكون أحسن كتير لو أنتِ كنتِ حاطة ورق زبدة من أولها، من البداية بيطلع معاكِ بكل سهولة ومش بتحتاجي ولا الهبد اللي أنا عملته ولا كل الحاجات ديّة طبعًا، بس أنا عشان ما كانش عندي ورق زبدة فعملتها من غير. تقدري بقى لو أنتِ عايزة تشيلي اللي هو القعر دوّة بتاع الكيكة تقدري تشيليه، علشان خاطر يشرب من اللبن. أنا شِلت أجزاء منه والجزء التاني يعني في أجزاء اتشالت وفي أجزاء سِبتها. وبعد كده باجيب بقى كوباية من اللبن الحليب، واللبن الحليب دوّة ما كانش ساقع ما كانش سُخن، كان ساقع جدًا، وباشرّب بيه الكيكة وبعد كده هاحطها في التلاجة تسقع. هاجيب بقى الكريم جانتيه هنا، كان معايا كيسين من الكريم جانتيه اللي هو دريم كده زي ما أنتم شايفين، حطيت ربع معلقة ربع كوباية من الحليب، عليهم 3 مكعبات كده من التلج، وحطيت برضه ربع كوباية تاني من الحليب. أول لمّا السُمك بتاع الحليب بيبتدي يتقل بافضل أزوّد لحد لمّا يوصل معايا للبوز دوّة كده، اللي هو المنقار دوّة، ما بيُقعش كده من المضرب البيض. أنا بصراحة هنا استخدمت كوباية إلا ربع من اللبن الحليب، وبعد كده بقى حطيتهم في كيس حلواني، وبعد كده هابتدي أحطهم على وش كيكة بعد ما سقعت معايا شوية طبعًا حلوين في التلاجة. آمم أنا لمّا قلبت الكيكة على فكرة سِبتها تبرد شوية وبعد كده زقيتها باللبن، وهاقطّعها بقى وهاحطها في الفريزر 5 دقايق كده أو 10 دقايق عقبال ما أعمل الصوص بتاع التوفي بتاعي. كان معايا هنا برضه نُص كوباية من السكر اللي هو الحبيبات العادي، وباوطّي النار بتاعتي كانت هادية لحد لمّا يبتدي السكر بتاعي يسيح كده، بافرش السكر وباسيبه يسيح مع بعض. على جنب بقى هنا هاحضّر كوباية من اللبن، وبعد كده هاحط عليهم معلقة من النشا كبيرة، وهاقلّبهم مع بعض، وهاسيبهم بقى على جنب علشان دول هُم اللي هاحطهم على السكر بتاعي بعد ما يدوب علشان خاطر أعمل الصوص بتاع التوفي. في الوقت دوّة بقى طبعًا أنا مهدية النار زي ما قُلت لكم، بُصّوا هالاقيه كده ابتدى يسيح. طبعًا لازم أقلّب في الوقت دوّة عشان في أجزاء بتسيح وأجزاء لسه السكر ما دابش فيها، لحد لمّا بُصّوا السكر بيدوب تمامًا. هاحط بقى معلقة كبيرة من الزبدة، والزبدة هنا كانت برضه بدرجة حرارة الغرفة ما كنتش مطلعاها من التلاجة. وهاحط بقى بعد كده بعد ما ساحت الزبدة حطيت الخليط بتاع اللبن اللي أنا عملته. بُصّوا في المنظر كده في الأول تحسّي إن هي كأنها باظت، لأ هي ما باظتش ولا حاجة، بتفضلي تدوّبي فيها لحد لمّا بتدوب تمامًا وتبقى بالمنظر ده. هاعرف منين إن هو استوى؟ أول لمّا باعمل خَط كده الخطين دول ما بييجوش على بعض، هاحطهم بقى على جنب لمّا يبردوا، خلاص طفيت عليهم، هاسيبهم بقى على جنب لمّا يبردوا تمامًا، وبعد كده هاضيفهم على الكيكة بتاعتي اللي طلّعتها من الفريزر. طبعًا الكريم جانتيه خلاص بتاعي مسك وجامد، علشان خاطر أقدر أساوي الصوص بتاع التوفي بتاعي كده وما يبقاش يتلخبطوا على بعض ويكون شكلهم مش لطيف.
هابتدي بقى هنا كان معايا كيس برضه من كيس الحلواني، حطيت فيهم الكريمة اللي أنا كنت عاملاها اللي هو الكريم جانتيه، كنت سايبة جزء منه وباعمل خطوط كده. بُصّوا ما بين الخط والخط مسافة صغيرة يعني قيمة بتاع حوالي 2 سنتي، وباجيب خِلّة بقى زي ما أنتم شايفين كده بابقى رايحة جاية، رايح جاي كده لحد لمّا بيطلع معايا المنظر الجميل التحفة دوّة. بُصّوا حقيقي تحفة بجد شكلها حلو أوي، تشرّفِك كده في العزومات كده لو عندِك حد أو ضيف عايزة تورّي له كده قد إيه أنتِ شاطرة وجميلة وبتعملي حاجات تحفة كده من إيدِك من غير ما تشتريها من برّه ولا أي حاجة، بجد تحفة. طبعًا أول حتّة كده بتطلع شوية يعني إلى حدٍ ما بايظة كده، بس والله طلعت معايا سليمة وكويسة. بُصّوا كانت حلوة وحقيقي بجد كان طعمها بجد كانت حلوة حقيقي من أكتر الكيكات اللي جرّبتها وكانت حلوة. يا ريت بقى ما تنسوش اللايك وتشيّروا الفيديو وتقولوا لمين إحنا عايزينك تعمل لنا الكيكة الحلوة ديّة، وتقولوا لي من أي بلد بتتفرّجوا عليّا. أنا من الإسكندرية، وقولوا لي بقى أنتم من أي بلد بتشوفوني. كانت معاكم نسمة من قناة نسمة وأيسل، والسلام عليكم بالهنا والشفا على قلوبكم.